السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا جميعا. النهاردة احنا معانا طبق الفول المصري بتاع الغلابة والناس اللي وعلى فكرة مش الغلابة وبس، يعني هم اللي بياكلوا طبق الفول، لا، في ناس كتير تحب طبق الفول ده. انا عايز اقول لكم وصفة ابويا الله يرحمه في عمايل طبق الفول بتاعة رمضان. ماشي، ركزوا معايا بقى كده، واللي عايز يجيب ورقة وقلم يجيب. خلينا نبدأ. أول حاجة بنجيب مثلا لو احنا 4 أفراد، بنجيب حوالي ربع كيلو ل 300 جرام فول الضحى أو فول حصى، يكون نضيف وفولاية فاتحة حلوة وكبيرة وزي الفل. تمام. دي رقم واحد. أول حاجة بننقعها في المية لمدة 5 ساعات. ال5 ساعات دول بيطلعوا الحاجات السامة اللي موجودة جوه الفول او عامة البقوليات بانواعها. ده رقم واحد. رقم اتنين، بنجيب مقدار عدس اصفر، بنحطه كده مقدار في الايد كده، بيتغسل في مصفى ولا حاجة، وبعد كده بنحطه على الفول. بعد ما صفينا الفول من المية وشطفناه، بنحط المقدار العدس دوت على الفول. ده رقم اتنين. رقم تلاتة، بنيجي بقى بعد كده نقوم جايبين ليمونية سليمة حلوة كده وجميلة، نغسلها كويس ونحطها في القدرة بتاعت الفول. طيب، رقم 4، بنجيب طماطماية سليمة حلوة كده جميلة زي الفل كده من اللي هي الورد، ونحطها مع القدرة بتاعت الفول. رقم 5، بنجيب توماية او تومتين وبنقشرهم ونخليهم زي ما هم سلام، وبنحطهم في الفول. وبعد كده بنملى المية لحد اخر القدرة، ونغطي عليها ونحطها بقى على نار هادية، او الافضل السخان اللي هو بتاع الفوالة اللي هو ال50 واط. اسمه سخان الفوالة، السخان الصغير خالص اللي بتحط على الفوالة، بتحط عليه الفوالة. ده 50 واط بالظبط، عامل زي اللمبة بتاعت زمان. حلو. وبنسيب دوت بالظبط من 8 ل 10 ساعات على السخان. طبعا مع المتابعة ان احنا ممكن بدل ما نحط غطا الفوالة، بنحط طبق ازاز مقعر كده صغير اللي هو البايركس، ونحطه في كوباية ازاز، ونحط فيها مية ونغطيها بأي حاجة. الكوبايه دي بتبدا تسخن مع بتاع ده، مع الفول وهو شغال. لما هي تسخن مع الفول وهو شغال، لما اجي الفول ده ينقص، لان الميه بتبدا تنقص واحده بشويه، يعني كل ساعتين 3 شقر عليها، هلاقي الفول نقص، الميه نقصت، لازم ازودها وارجعها لمكانها تاني. وما تخافش، زود ورجع الحاجه لمكانها تاني، وما تخافش خالص خالص خالص. لو انت عملت كده في الاخر، صدقني هتلاقي فول من اللي هو بتاع زمان الجميل، بطعم قشطة، اللي هم كانوا بيسموه الفول ماله بيضحك كده ليه. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب، وعلى كل أمة المسلمين أجمعين. السلام عليكم.